كلنا بنصدق اللي بتشوفه، بس هل فكرت قبل كده ان الكاميرا ممكن تشوف حاجات عمر عينيك ما شافتها؟ التصوير من يوم ما اخترعوه هو غرضه توثيق الحقيقة، بس الحقيقة أحيانا بتكون أرعب مننا نستوعبها. سنة 1860 مصور اسمه ويليام موملر. المصور ده اخد صورة لمراته، ولما جاي يحمض الصورة اكتشف الصدمة، ظهر وراها شبح ابن عمها اللي مات بقاله سنين. هنا بقى السؤال التقني، في الوقت ده الكاميرات كانت بتعتمد على التعريض الطويل لونج اكسبيوجر، يعني لو حد اتحرك بسرعة بيظهر كأنه طيف. هل ده كان تلاعب تقني ولا أرواح فعلا؟ موملر اتشهر جدا وبدأ يصور ناس مع أهاليهم المتوفيين، لحد ما صور ماري لينكولين وظهر وراها جوزها الرئيس إبراهام لينكولين. بعد اغتياله العالم اتقلب والشرطة بدأت تحقق معاه بتهمة النصب. لو طبقنا نظرية التعريض المزدوج أو الدبل اكسبيوجر اللي كانت موجودة وقتها نقدر نطلع بنفس النتيجة. بصوا هنا يا جماعة، خدنا التعريض المزدوج الدبل اكسبيوجر، صورنا صورة وبعد كده صورنا الصورة التانية. وهنا خدنا لونج اكسبيوجر، نزلنا الشطر قوي وزي ما انتم شايفين كده في طيف في الصورة. سواء كان نصب أو رعب حقيقي، مولر مات ومحدش يعرف الحقيقة ورا الصورة اللي هو صورها. تفتكروا الصورة اللي في موبايلاتكم ما فيهاش ضيف مرعب فيها؟ العدسة ما بتكدبش، بس العين هي اللي بتختار تشوف ايه. سلام.